السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام. فوز الأهلي على المقاولين العرب 3-1 ويكون عنده 44 نقطة في المركز الثاني، وبيراميدز 40 نقطة في المركز الثالث بفرق الأهداف، والزمالك أول ب40 نقطة بفارق الأهداف، وعنده مباراة النهاردة إن شاء الله. نتمنى ان هو تعادل، لو لحد التعادل يكون كويس. ان شاء الله باذن الله فوز النادي الاهلي، وخلينا مع النادي الاهلي شويه. النادي الاهلي يا جماعه يعني هو فاز، واهم حاجه في الاول وفي الاخير ال3 نقاط. بس بعد غير ال3 نقاط، الاهلي جه في الربع ساعه الاخيره او في التلت ساعه الاخيره. بعد التغييرات ما فيش خالص، ما لعبش كوره. يعني كان جه علينا هدف، احنا بنستقبله اهداف كتير والاهلي بيستقبل اهداف كتير يعني الدفاع احنا بنستقبله دلوقتي، احنا عندنا بتاع 18 هدف. 18 هدف، 18 هدف، يعني كأني بص، يعني احنا في خط الهجوم. ايه يا جماعة ده؟ لو ولا حتى يعني مهاجم، ارقام مهاجم. لا لا، احنا في غلطات كتير، ولازم الاهلي يكون الدفاع يكون حريص شوية. الدفاع عندنا وحش خالص. اللعيبة مش مع بعضها، اللعيبة مش ما فيش تمركز مع بعض. آه، اولا واخيرا هو اهم حاجة ال3 نقاط. احنا عايزين ال7 مباريات اللي جايين ان شاء الله باذن الله فوز. احنا عايزين فوز، مش عايزين غير كده. عايزين السبع مباريات بتوعنا نفوزوهم، هناخدوا الدوري مليون في المية. لان هنجاب له بيراميدز، هنجاب له سيراميكا، هنجاب له الزمالك. لو فزنا الماتشة بتاعتنا كلها كده كده واخدين الدوري ان شاء الله باذن الله. والاهلي ما يفرطش في اي نقطة. احنا مش عايزين نفرطه في اي نقطة. النقطة دلوقتي اللي تتفرط في النادي الاهلي طبعا خسارة، وبالدوري بيروح منك بشكل كبير. واحنا ان شاء الله باذن الله لعيبة النادي الاهلي يا جماعة تلعب وتكون بشكل كويس وتأدي كورة كويسة. احنا مش عايزين فوز برضو، احنا اهم حاجة عندنا ال3 نقاط اولا، بس اهم حاجة بأداء مشرف، اداء كويس. انت ما عندك سكواد لعيبة بسم الله ما شاء الله، احسن سكواد في مصر، في الدوري المصري كله. انت عندك نجوم بيلعبوا في منتخب مصر. وان شاء الله باذن الله المطوشه اللي جايه فوز للنادي الاهلي، وتعادل النهارده للنادي الزمالك. الزمالك النهارده هيتعادل 1-1 توقعاتي، ولو حد ليه توقعات تانية غير كده يكتب لي في التعليقات ويقول. ان شاء الله باذن الله تعادل للنادي الزمالك 1-1. ولايك وشير ووصل الفيديو ده